السلام عليكم. شلونكم يا حبايب؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين ومرتاحين. اليوم سويت مثل ما تشوفون هذا الطبق الشهي، بس هذا الصراحة والحقيقة مو انه هذا راح نطلعه او طلعناه ثواب. هو بثواب ابو عبد الله الحسين سلام الله عليه. سويته وجهزته للطبق وكملته ودزيناه لأصحاب الثواب بالعافية، وألف ألف عافية على قلوبهم إن شاء الله. سويت اللي هو هذا كان تمن برياني والدجاج. طبعا يا بنات، سويت هذا التمن البرياني كله بجدر واحد، حتى تسهل العملية وتكون سريعة وسهلة وبسيطة وما توسخين مواعين هواية بالمطبخ. احنا اهم شي عندنا والعقدة مالتنا بالمطبخ المواعين، كل ساعة نغسل ويتكونوا ويتجمعن، نغسل ويتكونوا ويتجمعن. فحتى ما اخليش توسخين مواعين هواية جبت لك هاي الطريقة، ان شاء الله تعجبك تستفادين من عندها وطعمها طلع كلش طيب. هاي مثل ما تشوفون خليت الزيت، خليت البصل حمسته، وبعدين فوقها راح اخلي شعرية هم احمسها زين من تشوقر. اذب البازاليا عندي بازاليا وجزر مجمدات مفرزات، وبعدين التمن والبهارات اللي تحبوها انتو. اني خليت بهارات برياني، خليت فلفل اسود، خليت ثوم وبصرة مطحونة، كركم، كاري، شو تحبين انتي من بهارات تخلين. مرات يخلون دارسين، اي بس شو اني والله ما احبه ويا يعني ويا التمن برياني ما احب الدارسين. ما اعرف اكو ناس تحبه او يجوز هم خابطين ويا البهارات مال البرياني بس ما يبين كلش، بس انا ما اخلي دارسين. وهاي نخبط بيه الى ان شوفوا الشعرية شوقر كلش، لان كل ما تخلين اللون فاتح ومن تنسلق بالمي وهاي تصير بلون التمن ما تبين الشعرية. حاولي تسوين اللون مالتها يصير طوخ كلش، يعني جوزي طوخ. يلا بعدين تخلي لها التمن او المي من السوية وهاي البهارات. حبيباتي اعزائي عزيزاتي، لا تنسون اللايكات، لازم تخلوا لي لايك، لازم لازم. وترى هو هذا البرياني والله يستحق اللايك من ايدكم الحلوة. خلونا لايك، خلونا تعليقاتكم الحلوة، وراح اعوفكم تكملون الفيديو براحتكم لان انا شرحت لكم كل الخطوات والطريقة. بس ارجع لكم بنهايته، اعتقد بس اشرح لكم شوية على الدجاج. ابقوا الخطوات وارجع لكم. وهاي هنا يا بنات اخلي تشيس او علاقة حتى اكبس البخار، حتى يستوي التمن على البخار ينكبس الهواء داخل الجدر. هاي هسه صار جاهز، تركته على نار ناصعة على التهدير وصار جاهز. هسه اشرح لكم على الدجاجة طبختها على البخار بدون مي مثل ما تعرفون. خليتها على الوجه الاول، لازم جدر تيفال.
قسبت، قلبتها على الثاني قسب، خليت ملح وخل أبيض ونصيت النار وتركته. تردون تخلون شوية مي قليلة شي نص استكان أو استكان، أو تردون بلا مي. وعفتها تحمصت، بقى الوجه مالته ما تحمص، شنو خليته بطاوة فافون على مود أنا هذا جدر دا تشوفون مرات أنزله بالقناة، والله هو جدر جديد، لكنه خليته بالفرن على مود أحمص الدجاجة واليدات مالته احترقن وماعن. فعاد قمت شنو أخليه بطاوة فافون، جدرية فافون، الشي اللي أريد أشويه واخليه بالفرن. شوفوا هسه حولته من الجدر ذاك حولته للطاوة الفافون، وشغلت الفوق حتى يعني ينشوي الوجه مالته او يتحمر. وهسه راح اديره او اخليه فوق التمن. وهذا السوب اللي يبقى جو يعني جو الدجاج، شوفوا ذاك والله طعمه كلش كلش طيب بكل النكهات، الحموضة والملوحة والبهارات، اذا انتم خالين بهارات يعني حديرة على الدجاجة وعلى التمن، يعطي طعم كلش طيب. وطبعا يعني خليته بهذا الماعون او عفوا بهذا الطاوة الفافون، لان هم هناك يردون يحموها، يحموا يعني عند فالظهرية يردون يحموا الاكل. فما خليته، يعني عندي مواعين ديسبوزبل كبار مشتريه والله بلام، واقدر اسلفنه وارتبه بشكل كلش حلو. لكن هاي ودي لهم اياه الصبح وهم راح يتغدون بيه، فيردون يحموهن يعني الظهر يحمون الاكل. فخليته حتى تسهل عليهم العمليه، خليت لهم اياه بهاي الطاوه الفافون. وهذا نقشته بهاي الشغلات الحبشكلات. ان شاء الله عجبكم الفيديو، وان شاء الله قضيتوا اوقات حلوه وياي، وان شاء الله ما نسيتوني باللايك، واقول لكم مع الف سلامه.